السلام عليكم. ده اول فيديو في القناة، فعشان كده قررت اعمل لكم فيديو دمار. فيديو من كتر الحماس هيخليك تطلع حماسك كلها. ويلا بينا ندخل في صلب الحكاية. بتبدأ منجتنا ببطلنا إيتادوري يوجي، طالب في السنة الاولى في نادي الزوار الخارقة، وبيكون معاه 2 صحابه، واحدة اسمها ساساكي في سنة تانية وواحد اسمه ايجوتشي برضه في سنة تانية، وبيكونوا قاعدين بيعملوا تعويذة تافهة زيهم. فبيدخل عليهم رئيس مجلس الطلبة. انتوا تعرفوا ان ملعب العاب القوة اتقفل، صح؟ فجوتشي بيقول له ايوه، في كتير من اللي بيلعبوا فيه مرضوا مع ان قوتهم الجسدية كويسة، وفي بعض اللعيبة قالوا قبل ما يتعبوا بالظبط سمعوا اصوات غريبة. فالبت ساساكي بتقول من 30 سنة حصل نفس الموضوع مع موظف في شركة بناء، كان اخر مرة في المدرسة خلال عملية البناء، وكان في الوقت ده كان الموظف عنده دين، حتى انه كان مستهدف من اصحاب القروض اللي عليه، وده بيؤدي ان الموظف مات في الملعب وروحه موجودة فيه. الرئيس ما بيصدقهمش وبيقول لهم تقريبا كل ده بسبب البق، فبيقعدوا يتخانقوا زي على مين هو اللي صح. وفي الاخر بيجي مدرب نادي الجري وبيقول لي تدروا ان هو اصلا مش من ضمن فريق البحث عن الظواهر الخارقة، انت عضو في نادي الجري، احنا عايزينك عشان البطولة الوطنية. فتدروا بيقول له مش هشارك في حاجة يا عم انت. المدرب بيقول له هعمل معاك دي، هقتلك في الملعب، ولو انا خسرت هخليك تعمل اللي انت عايزه، لكن لو انا فزت. فايتادوري بيقاطعه وبيقول له انا قبلت. اوبا، شكل ايتادوري هيديله على عينه. وبنروح للملعب المسكون وبيكون في هناك شخص غريب بيقول ماله بقى الملعب ده. اوبا، بيكون فوقيه وحش عملاق، وبيكون الشخص ده بيدور على صباع كده من الدرجة الخاصة، فبيحس ان الصباع ده جنبه ولكن بعيد. ما تسألنيش ازاي يا عزيزي. فبيقرر يخش المدرسة يبحث جواها. بنرجع للمدرب وإيتادوري وبياخدوا تحدي رمي الجلة. مش الجلة اللي في دماغك يا عزيزي، بطل قرف، رمي الجلة دي رمي كرة من الحديد. فبيبدأ المدرب وبيرميها ل 14 متر قدام، وبيجي الدور على إيتادوري وبيرميها وبيفاجئ الجميع مسافة 30 متر وبتلزق في العرض، وبيكسفوا قصف جبهة دبل شيت اوف أحد مولع. فإيتادوري بيقول لهم أنا هنضم لفريق الظواهر الخارقة، بس أنا المفروض أروح الساعة 5 وبتكون الساعة 4:30. وبيجري يروح، فالشخص الغريب وإيتادوري بيعدوا من جنب بعض، فالشخص الغريب بيتفاجئ بسرعة إيتادوري. وبنروح بقى لجد إيتادوري، وجده بيقول له في حاجة بخصوص والديه، وبيكون مش مهتم، وبيبقى واضح ان علاقته بجده ووالده ووالدته مش كويسة. وجده بيقول له ساعد الناس يا ابني وما تستناش الشكر من الناس، اعمل بس اللي عليك وساعدهم عشان انت ولد قوي، ولما يجي ميعاد وفاتك اتأكد ان في ناس معاك وبيحبوك. وبعدها بيموت وبينتقل الى رحمة الله. وبعدها وهو واقف في المستشفى بيلاقي الشخص الغريب بيقول له انا من ثانوية جوجيتسو الخاصة واسمي ميجو موفو شيغرو. بيقول له الصباع الملعون اللي معاك خطير جدا، ادهوني دلوقتي. اوبا، وكل ده بيطلع معاك انت يا تادوري. بيقول له انا ما عنديش مانع اديها لك، بس اصحابي عايزينها، انت عايزها ليه؟ وميجومي بيقول له في اليابان متوسط الوفيات الغامضة والمفقودين اكتر من 10,000 سنويا، واغلبية المتوفيين بيبقى عندهم طاقة سلبية وبينتج عن ده لعنة. والاماكن اللي بيبقى فيها زحمة زي المدارس والمستشفيات اكتر اماكن بتنجذب ليها اللعنات. وبيكون الصباع ده عبارة عن طلسم، وميجومي بيقول له هات الصباع بقى، بيديهوله بيقول له انا قلت لك انا مش مهتم، عادي يعني، بس يا ريت توضح الكلام ده بقى لاصحابك. وبيفتح العلبة بيلاقيها فاضية، وبيقول له فين الصباع يا ابن الناس الطيبين؟ بيقول له ما انا قلت لك مع اصحابي. فميجومي بيقول له هما فين ولاد الهرمة دول بدل ما فيتادوري بيقول له تقريبا هيفكوا الطلسم اللي عليه بالليل في المدرسة، هي دي حاجة وحشة؟ فميجومي بيقول له لا، ما ولا اي حاجة، هيموتوا بس. فيتادوري بيقول له يلا بينا نلحقهم بسرعة. وبنروح للاتنين التعبانين في دماغهم دول، كانوا قاعدين في المدرسة وبيحاولوا يفكوا الطلسم اللي على الصباع، وبيفكوه ولاد العبيطة ومش عارفين مدى الخطر اللي جاي عليهم. بسم الله لسه فكينه وبيظهر فوقيهم لعنة بتطلع من الحيطة. وبنروح لميجومي وإيتادوري بيقول له هو الطلسم ده بيتفك بسهولة؟ ميجومي بيقول له المرة دي الصباع اللي جوه الختم قوي جدا والختم قديم، يعني الموضوع هيكون كأنك قصيت ورقة عادية. وإيتادوري بيقول في دماغه حتى بعد كل اللي قاله ده انا مش مستوعب موضوع اللعنات ده خالص. فبيوصلوا المدرسة وميجومي بيقول له هي فين الأوضة اللي فيها اصحابك؟ فإيتادوري بيقول له انا هاجي معاك. فميجومي بيبص له بصة بنت حرام وبيقول له ما تتحركش من مكانك عشان بص وبتكون في لعنة ماشية في المدرسة، وبتكون البت ساسكي قاعدة مستخبية، بتلاقي جوتشي ماشي فبتقول له الحمد لله انك كويس، ساعدني بسرعة. اوبا، بتلاقيه تحول للعنة فبتتصدم صدمة عمرها. وبنروح لميجومي وبيروح لهم الأوضة وما بيلاقيهمش، وبيلاقي قدامه لعنة
اللعنة وبيستدعي التعويذة بتاعته وبيقول كلاب واليشم وبيقول كلوه، وبنروح لإيتادوري وبيكون تايه في أفكاره وبيقول أنا ليه سمعت الكلام وأنا خايف من الموت، وبيفتكر كلام جده لما كان بيقول له ساعد الناس أنت ولد قوي. وبنروح لميجومي وبيكون الكلاب خلصوا على اللعنة في ثانية، وبيلاقي اللعنة الكبيرة ماسكة أصحاب إيتادوري وبيقول أنا اتأخرت، ومرة واحدة بيخش بطلنا إيتادوري وبينقذ أصحابه، وميجومي بيقتل اللعنة في ثانية، وميجومي بيقول له جرى عيار ولو إني قلت لك ما تجيش بس هعديها لك يا عم يلا. فإيتادوري بيقول له إيه اللي بياكل اللعنة ده؟ فميجومي بيقول له ده الشيكيجامي بتاعي وأنت بتقدر تشوفه؟ إيتادوري بيقول له اشمعنى؟ فميجومي بيقول له عادة ما بيقدرش الناس يشوفوا اللعنات، لكن في موقف زي دي أو تقرب من الموت بتقدر تشوفه عادي. فبيلاقوا الصباع وبيبقى اسمه صباع سكنة، فميجومي بيقول له هاته بقى، فبيقول له طبعا، فبيجي يديهوله بيظهر مرة واحدة لعنة، فميجومي بيزقه وبيقول له اهرب، واللعنة بتمسكه ولسه هيستعمل التعويذة بتاعته، فاللعنة بتهبده في الحيطة والكلاب بتاعته مرة واحدة بتدوب، واللعنة بترميه ولسه بيحاول يعمل التعويذة لكن دماغه بتبقى مشوشة. بينزل بطلنا التنين على اللعنة بيدغدغ امها، فميجومي بيقول له مش انا قلت لك اهرب؟ فإيتادوري بيقول له هتجيلي كوابيس لو انا ما ساعدتكش، وبيقف زي السندال قدام اللعنة وبيديله واحدة اوف واحدة مولع. فميجومي بيقول له مهما كانت قوتك الجسدية مش هتعرف تقتلها، اللعنة لازم تموت بلعنة. وإيتادوري بيتهبط في الأرض، فميجومي بيقول له خد أصحابك والصباع واهرب. فإيتادوري بيقول له أنا محتاج طاقة سحرية عشان أساعدك صح؟ طيب، وبيمسك الصباع وبياكله. انت بتعمل ايه يا عبيط انت؟ وميجومي بيقول ده سم قاتل اكيد هيموت، لكن في فرصة 1 في المليون تكون اللعنة جاية ناحيته في ثانية اللعنة بتتمحي من الوجود بضربة واحدة، ومرة واحدة وش إيتادوري بيتغير والشخص بيقول أجل كما اعتقدت من الرائع دوما الشعور بالضوء، فين النساء فين الأطفال دول كتير أوي، دي هتبقى مجزرة. ومرة واحدة بيلاقي نفسه بيخنق نفسه، وإيتادوري بيقول له انت فاكر نفسك هتعمل ايه بجسمي يا؟ وبيتصدم صدمة عمره وبيقول له انت ازاي بتتحرك؟ ومرة واحدة ميجومي من وراه بيقول له بصفتك لعنة يا إيتادوري يوجي حسب قانون الجوجيتسو أنا هموتك. كده يا عزيزي نكون وصلنا لنهاية أول فصل من مانجا جوجيتسو كايسن. الأحداث سخنت من أول دقيقة ودي كانت مجرد البداية، فاستنوني في الفيديو الجاي عشان نشوف ايه اللي هيحصل لإيتادوري بعد الخطوة المجنونة اللي عملها، وهل فعلا هينجو من اللي جاي ولا لا. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك وتسيب لي رأيك تحت في الكومنتات، عشان ملخصات عبده لسه في أولها والجايات أكتر من رايحات. ويلا سلام واشوفكم في الفصل اللي جاي.